بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأعزاء في ثاني حلقة من حلقات استوديو المونديال في صفحتنا، صفحة استوديو نوتس. اليوم الثاني للمونديال، ما زلنا في مباريات المجموعة الأولى والثانية A و B. الجولة الأولى لسه برضو النهاردة لعبنا 3 مباريات. انجلترا لعبت مع ايران، والسنغال مع هولندا، وامريكا مع ويلز. لغايه دلوقتي عنوان البطوله: اللي خايف يروح، اللي خايف يروح. خفت قفلت على نفسك تشيل. حصل كده امبارح مع قطر، حصل النهارده مع مباراة انجلترا وايران. ايران نازله بتدافع ب10 تحت الكوره، انت جاي تعمل ايه؟ ليه ادافع ب5؟ ليه ادافع ب5؟ ليه الخوف ده؟ لما حاولت تخرج بالكوره سجلت هدف و2. السنغال برضو نفس الحكايه، أخذت الماتش 80 دقيقة أو 85 دقيقة. السنغال اللي بتلعب مش هولندا. 11 فرصة أو تسديدة للسنغال مقابل 7 لهولندا. من وجهة نظر الشخصية السنغال كانت هي كل حاجة في الماتش. اللي حصل معاها الهدف الأول اللي بيحصل مع اللعيبه الافارقه او العرب دايما ايه هو؟ التوهان في اخر 10 دقائق. التوهان في اخر 10 دقائق. كودي ده اللي جاب الهدف، سرق خط ظهر السنغال، اللي اعتمد على خروج مندي الخاطئ اللي ما قدرش الكوره ومكانها. تكاسل وتراخي دفاع السنغال واعتمادهم على خروج مندي، اللي من وجهة نظري الكرة بعيدة نسبيا، ولو هطلع أنا طويل المفروض إن أنا أسبق. وزي ما قال المعلق، مندي على دكة تشيلسي لأخطائه دي. أنا كمدرب جديد زي جراهام بوتر شايف مندي في الدوري وعارف إن السنة اللي فاتت أفضل حارس مرمى. ايه اللي هيخليني ما اخلوش اساسي؟ ايه اللي هيخلي احط كيبا اساسي عليه الا اذا كان عنده اخطاء فادحه زي كده؟ الجون الثاني انا مش عايز اقول طبعا، يعني المحللين قالوا انه الجون الثاني برضه خطا مندي، لكن انا بقول هو الراجل تصدر الكوره. هو تصدر الكوره. ان اللاعب يتابع الكرة ويسددها، فده تأخر من التغطية العكسية، لكن هو صد الكرة، ما عندوش حاجة تانية يعملها. النهاردة برضو ويلز مع أمريكا. ويلز لما كانت متكتلة وخايفة، ابن وايا عرف من صناعة من بوليزيتش ثرو معلمين، يعني ثرو دوري انجليزي، عرف ينفرد او ما هو شبه انفراد ويسجل. لكن لما ويلز ابتدت تضغط على خطوط امريكا وتحرمه من الخروج او التدرج بالكرة، جابت بيلن. وعايز اقول ان بيلن صياعه شويه من جاريث بيل، انه هو شايف انه مش هيحصل الكوره، مش عارف يتصرف فيها، حط جسمه قدام اللاعب المندفع، اخذ بيلن بمعلمه. لكن العنوان بتاع النهارده: اللي خايف يروح. اللي خايف يروح، دي رساله لباقي المباريات، لباقي الفرق من بكره ورايح. خايف روح، لانه خوفك هيشيلك. انجلترا شايلت ايران 6 بالراحه.
يعني ايه العب ب5 مدافعين؟ يعني ايه؟ يعني ايه العب ب5؟ يعني انا على الورق نازل 3-4-3-3 او 3-4-3. يا اخي ما انت كنت مصدقني هنا ب4-3-3. انت كنت مصدقني هنا ب4-3-3. انا بتكلم على كيروش على فكره. يعني انا من وجهه نظري ايران اول الخاسرين هو كيروش في مباراه ايران وانجلترا. مباراه السنغال وهولندا الشكل العام كان كده: السنغال اللون الاصفر 4-2-3-1، هولندا كانت 3-4-3. تحركات ديونج في صناعه اللعب واستلام الكرة كانت منتهى الروعة، منتهى الروعة بصراحة. في أمريكا ماتش أمريكا وإيران كان تحركات ديست وبوليزيتش، تحركات وباصات طولية من ديست، كرات طولية من ديست، وتحرك لبوليزيتش على طرف من قلب الملعب للطرف كان عامل خلخلة في دفاعات ويلز المتكتلة. لكن أنا هنا في هولندا والسنغال المباراة أشبه بالمباراة المفتوحة، في كر وفر في الملعب. لكن هولندا كانت بتلعب على الواقف شوية، الكر والفر كان أكتر للسنغال. خطورة السنغال كانت يعني عايز أقول خطورة واضحة جدا. لمساتهم الأخيرة فرقت كتير، لكن كانوا بيوصلوا بأقل عدد لمسات لمرمى هولندا. لغاية دلوقتي ما شفناش فريق أو منتخب بينفذ مخطط تكتيكي من الأول للآخر. لغاية دلوقتي ما شفناش الكلام ده. ممكن يكون إنجلترا هتكون وضحت شوية. ليه؟ لأنها جابت أهداف، يعني السكور بتاعها كان عالي، هنقول إن في أفكار. لكن برضو أنا عايز أقول إن لغاية دلوقتي مخطط فكري تكتيكي متكامل لفرقة من الألف للياء ما شايفش. وأنا عن نفسي أنا شخصيا دايما في البطولات المجمعة بحب أحكم على المنتخبات أو على الفرق من الماتش الثاني. الماتش الثاني بيبين هل الفرقة دي شاربة فعلا التكتكس بتاع المدرب. المباراة الأولى اللقطة الأولى يعني عايز أقول الفرق اللي بتظهر معدنها من أول مباراة، ده أنا من وجهة نظري شايفه بيختص بفرق زي الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا. هي دي الفرق اللي بتبين بصمتها من أول مباراة. انجلترا النهارده يعني السكور اللي جابته بسبب خوف ايران. يعني ايران قاعده متكتله 35 دقيقه او 30 دقيقه. التكتل ما نفعهاش لانها خايفين. الخوف بقت يا اخي ده انت ماخد 3 في ربع ساعه ولا في 10 دقائق. فيعني انا من وجهه نظري بصراحه العنوان بتاع اللي من امبارح والنهارده اللي خايف يروح ما تكملش. خوفك هيشيلك سكور. يعني قطر امبارح ده لان الاكوادور ما ضغطتش، لكن قطر هتقابل السنغال، دي نصيبه. يعني السنغال النهارده اتغلبت هتفوق عليك، هتلعب معاك ضغط وانت مش حمل الضغط تحت التكتل. يعني الاكوادور لما ضغطت عليك جابت 3 واحد فيهم اوفسايد. لا، السنغال هتضغط ضغط للتسجيل فقط، وعندهم كده. طبعا نتمنى السلامة لحارس مرمى ايران علي الرضا. اصابة على مستوى الانف، إصابة قوية جدا، والتحام مع مدافع زميله كان مرعب بصراحة. يعني اللي يشوف في الصورة صورة مرعبة. ده النهاردة برضو زي ما أنا قايل معاكم، أنا حاطط صورة أو تاكتكس خطة أو تشكيل السنغال وهولندا، لكن أنا ما شايفش
يعني لغايه دلوقتي ما شايفش. انا شايف السنغال بتنفذ طريقه لعب على اعتمادا على اسماعيل صار وديالو، الاثنين دول دياتا اللي هم بيتبادلوا الادوار، لكن اكثر ثباتا اسماعيل صار بيقوم بالدور بتاع ماني. لو نفتكر السنغال في كاس الامم، ماني كان دوره انه هو يوصل هنا يستلم الكره ويصنع، ما بيعديش خط النص. اسماعيل صار بيعمل نفس القصه، وكان عندهم خطوره شديده جدا. اصابه شيخو كوياتيه اثرت عليهم، لان كوياتيه دايما بيشارك في الكرات الثابته، سواء اللي ليهم او اللي عليهم، الطول الفارح. مع مندي لاعب 6 في السنغال، كان في ترابط وانسجام بينهم عالي جدا. ادريسا جاي يعني كان مخلي الفرقه شكلها اقرب ل 4-3-3، لان جاي ديفندر، مندي ديفندر، شيخو كوياتيه ديفندر، لكن ادريسا جاي كان دايما قدام. هو كوناتيه شويه، الشيخ كوناتيه شويه كان بيروح وياجي. السنغال طبعا عدم وجود ماني مؤثر، طبعا مؤثر، لانه لاعب ليه تقله في الملعب، لكن برضو عايز اقول انها كانت كويسه جدا النهارده، كويسه جدا. ولو ما التوفيق من عدمه كانت ممكن تطلع من الشوط الاول جايبه جون او 2. فبرضو انا مصمم على عبارتي، اللي خايف يروح، خايف روح. ده كان تعليقنا النهارده على السريع. يعني طبعا انه اليوم عشان نتكلم على 3 مباريات طبعا صعب. احنا دايما زي ما قلنا كده هنتكلم على اللقطات السريعه اللي باينه في التكتكس. الامتاع هيبان طبعا في المباراه الاقصائيه، هيبقى في شغل عالي جدا، وهيبان خريطه لعب الفرق بالكامل. احنا دلوقتي بنستكشف الفرق مع بعضينا، دوري المجموعات ده احنا بنستكشف الفرق مع بعضينا. ان شاء الله باذن الله محتوانا يكون عند حسن ظن حضراتكم. هطلب من حضراتكم بس الشير للفيديو، لان الصفحه اتعمل لها حظر من كتر التشير اللي احنا بنشيره للصفحه على الجروبات. فهطلب من حضراتكم اللي يوصل له البوست او اللي يوصل له الفيديو يحاول يشير له. التشير ده هيعمل لنا انتشار شويه ان شاء الله باذن الله. زي ما قلت محتوانا يكون عند حسن ظن حضراتكم، وان شاء الله باذن الله بكره يومنا ممتع، يومنا في ارجنتين بقى وسعوديه، وان شاء الله باذن الله اتمنى للسعوديه التوفيق باذن الله. سعدت بكم جدا، يا رب محتوى يكون عند حسن ظن حضراتكم. دمتم في امان الله.